مرحبا. ملخص مسألة الأخلاق الخير والسعادة هي مسألة مشتركة بين شعبة الآداب والشعب الأخرى، أو ما نصطلح عليها اختصارا الشعب العلمية. في هذه المسألة سؤالنا الأساسي هو: كيف نفهم الأخلاق في علاقة بمفهومين أساسيين وهما الخير والسعادة، ولكن في علاقة بمفاهيم أخرى مثل الرفاه، مثل الحرية، مثل الفضيلة، مثل الواجب، مثل اللذة، مثل المنفعة. كثير من المفاهيم المجاورة التي تتعلق بهذه المسألة، والتي لا يمكن أن نفهم الأخلاق إلا إذا مثلا فهمنا اللذة، الرفاه، فهمنا الفضيلة، الواجب، الحرية، الخير، السعادة، وغيرها من المفاهيم. الأخلاق هي في العموم هي مجموعة المبادئ المقومة للسلوك والموجهة للسلوك نحو فعل الخير وتجنب الشر. وهنا يطرح مفهوم الخير. إذن الأخلاق مرتبطة بالخير، ولكن سنرى أن الأخلاق ليست بالضرورة دائما مرتبطة بالخير، وأن الفعل الأخلاقي ليس بالضرورة أن يكون فعلا خيرا. لكن في العموم في أغلب الحضارات وفي أغلب وعند أغلب الفلاسفة الأخلاق مرتبطة بالخير. هنا السؤال: هل هذا الخير الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاق يؤدي إلى السعادة أم لا؟ هنا تأتي مرجعيات كثيرة مثل أبي قور، مثل أرسطو، مثل أفلاطون، ومثل في فلسفتنا الإسلامية خاصة المسكوية والفارابي وابن سينا وغيره، ولكن خاصة المسكوية الذي تأثر تأثرا كبيرا بأفلاطون وبأرسطو. كل هؤلاء الفلاسفة ومن الفلاسفة المعاصرين مثل المدرسة النفعية مع جون ستيوارت ميل، وكثير من الفلاسفة يعتقدون أن الفعل الخير الفاضل الأخلاقي يؤدي إلى السعادة. مثلا أرسطو يرى أن الفعل الخير يؤدي إلى سعادات ثلاث: سعادة حسية، قد نكون فضلاء وقد نكون أخيارا ونحصل على سعادة حسية، نحصل على سعادة اجتماعية سياسية وهي سعادة التشريفات السياسية، قد نحصل على سعادة وهي الأعظم، سعادة التأمل، سعادة فكرية، سعادة ثقافية. أيضا أبي قور يرى أن الفعل الفاضل، الفعل الأخلاقي الذي هو مرتبط باللذة، ولكن اللذة ليس بالمعنى المتداول له، بل بالمعنى الأبيقوري. وإن أردتم أن أفصل اكتبوا ذلك في التعليقات إن أردتم بعض الأشياء، لأن هذا ملخص وليس دروس مفصلة. إن أردتم أن ألخص شيء، أن أفصل شيء، فاكتبوا ذلك. الأخلاق بالمعنى الأبيقوري التي هي مرتبطة باللذة تؤدي إلى السعادة. الأخلاق المرتبطة بالمنفعة وباللذة لدى المدرسة النفعية مع بنتام وجون ستيوارت ميل تؤدي أيضا إلى السعادة. لكن هناك وجهة نظر أخرى، ولكن أشهرها وأهمها وجهة نظر إيمانويل كانت، يرى أن الأخلاق بما هي أخلاق فضيلة وبما هي أخلاق ليست مرتبطة إلا بالواجب الأخلاقي لا تؤدي بالضرورة إلى السعادة، بل هناك تناقض واضح بين طبيعة الأخلاق وطبيعة السعادة. فالأخلاق من طبيعة عقلانية، من طبيعة الواجب، من طبيعة الأمر القطعي، بينما السعادة من طبيعة حسية، من طبيعة مخيلة، وهناك تناقض بين الأمرين. إذن لا يمكن للإنسان أن يكون فاضلا وسعيدا. هنا يقترح كانت حلا، وهو العالم الآخر الممكن، وهو بعد الموت. بعد الموت يمكن أن يجازى الإنسان الفاضل في الدنيا، يمكن أن يجازى بالحصول على السعادة. أيضا إن أردتم أن أفصل في أي نقطة من النقاط أكتب ذلك في التعليقات، لأنه كما قلنا هو مجال لملخص سريع وليس لدروس مفصلة، لأن الدروس المفصلة تتطلب ساعات وليس 10 دقائق. ثم أخيرا، كما قلنا وكما لو أنكم انتبهتم منذ البدء، قلنا أن الأخلاق ليس بالضرورة ترتبط دائما بقيم الخير التي نعرفها. وهنا يأتي فلاسفة مثل الماركسية، إنجلز وماركس الصديقان المؤسسان للماركسية، يقولان بأن الخير ليس عقليا كليا، ليس ناجما من عقل كوني، بل هو ناجم من ظروف اقتصادية. فلا تسرق هي مرتبطة بواقع اقتصادي. لو قضينا على الظلم واللامساواة والحيف الاجتماعي،
فإننا لن معناتها لن نؤسس فلسفة أخلاقية قائمة على مبدأ لا تسرق. لماذا؟ لأنه لا يوجد أسباب موضوعية وأسباب اقتصادية تجعل الإنسان يسرق. ولكن أيضًا الرجة الكبيرة بلغة بول ريكور التي ضربت الأخلاق هي الرجة النيتشوية. بالنسبة إلى نيتشه الأخلاق أصلًا هي صناعة، لأن نيتشه يميز بين أخلاق الضعفاء وأخلاق العبيد. الأخلاق التي نعرفها، الأخلاق الدينية خاصةً المسيحية، والأخلاق الأفلاطونية الفلسفية، هي حسب نيتشه أخلاق ضعفاء، هي أخلاق مبتكرة، أخلاق مصطنعة. فهؤلاء الناس كانوا عاجزين عن القوة، فغيّروا وبدّلوا الأخلاق ووضعوا منظومة قيمية لكي يعيشوا وضعًا يعوّضون فيه ما يعيشونه من ضعف في الحياة. وبناءً عليه فتكون نيتشه يضرب كونية الخير، فالأخلاق ليست قائمة على الخير، ويدعو إلى أخلاق جديدة هي أخلاق سوبرمان، هي أخلاق الإنسان الأرقى، الإنسان الأعلى. وهي أخلاق ما وراء الخير والشر. أخلاق أخرى هي أخلاق الفايكنج، أخلاق القوة وأخلاق الغلبة والمعركة والانتصار. أيضًا يمكن أن ننقد السعادة فنقول أن السعادة هي أصل غير موجود، أو وإن وجدت كما يقول فرويد فهي حالة عارضة مؤقتة. وبناءً عليه فإن هذه المسألة هي مسألة مهمة وضرورية للتلميذ، ولكن أيضًا للحياة، لأن الإنسان يفكر في الأخلاق ويعيش وفق الأخلاق، ولا بد له أن يفكر في هذه المسائل. ولكن هذا مقتضب فيديو مقتضب حول هذه المسألة، لا تغني عن الدروس التي تتطلب ساعات وساعات. وشكرا على المتابعة.